السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، أخباركم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا طيبين وبخير. في الحقيقة الفيديو ده لأبو يوسف ولأبو حمزة عشان خاطر هم طالبين المقاسات بتاعة ارتفاع المكنة من آخر دور وارتفاع المكنة ده آخر دور. مثلا ارتفاع المكنة من آخر دور في العادي لو البير مقفول، يعني في صبة هنا، هنسيبه أربعة متر ونص، يعني المسافة دي من أول هنا، من أول السقف لحد ليفل الدور، بيكونوا أفضل مقاس بيكون 4 متر ونص. ليه 4 متر ونص؟ عشان خاطر يسيب مسافة لرفع المكنة، يعني تحط مثلا الشمبلوك ترفع المكنة بتاعتك وتسيب 22 ارتفاع الكابينة من جوه 22 بجهاز الباب. حلو، يبقى كده معايا 22. طب 22 من 4 ونص، فاضل معانا كام؟ فاضل معانا 2 متر و30 سنتي. 2 متر و30 سنتي لو قلنا الزحلقة 15 يبقى فاضل 2 متر و15 سنتي. 2 متر و15 سنتي دول نقولوا مثلا متر للمكنة، ومتر و15 سنتي اللي بيكون الراحة بتاعت الحبال، الراحة بتاعت الحبل لما الكابينة بتكون في أول دور من تحت. فاهمين يا شباب؟ او لو في صيانه، الفن بتاع الصيانه بيكون فوق الكابينه، ما يتاثرش بانه لو المسافه دي صغيره، لو المسافه دي قريبه يعني اقل من 4 ونص، هتتعب في رفع المكنه. دي حاجه. رقم اتنين، النقطه الثابته النقطه الثابته الناحيه التانية، اول ما الكابينه تقف على الدور تكون قريبه، يعني بعد الزحلقه هيكون الكرسي قريب من النقطه الثابته. تالت حاجة يا شباب، زي ما قلنا الفني اللي هيكون شغال في الميكانيكا هيتعب جدا في رفع المكنة، والزجل في السقف مش هيكون في تهوية فوق ايه، فوق المكنة. يبقى كده خلاص احنا قلنا البير لو مقفول افضل مقاس هيكون 4 ونص. لو البير من فوق في خرسانة، تمام. لان زي ما قلنا ارتفاع الباب ده 22، على حسب الشركات في 22، في 32، على حسب ارتفاع جهاز الباب اللي انت هتركبه. تمام يا شباب؟ خلاص عرفنا الباب البير لو مقفول افضل مقاس 4 ونص. طيب، هتسيب كام للمكنة؟ انت حطيت الفرش، تاخد الفرش على كام عشان تسيب مسافة للمكنة فوق؟ خد من اول نقطة فوق لحد فرش المكنة، سيب متر كامل. حلو، سيب متر كامل. ليه؟ المكنة بيكون ارتفاعها 70، وال30 دول هيكونوا بتوع الشين بلوك ايه، الشين بلوك اللي انت هتعلق بيه ايه، هتعلق بيه المكنة عشان تحطها في مطرحها فين، فوق الفرش. طيب يا شباب، لو البير مفتوح زي البير اللي معانا ده، نسيبه كام؟ هنسيبه يا شباب من تحت المكنة، من تحت المكنة مباشرة 3 متر ونص. من تحت المكنة مباشرة، يعني هنحط الكاميرا بتاعنا من الليفل ده، من الليفل ده لحد الكاميرا نفسها الفوق، الكاميرا نفسها اللي فوقها المكنة 3 متر ونص. هتعرش الكاميرا بتاعك. طبعا هحط لكم صورة دلوقتي يعني للكاميرا، هحط لكم صورة ازاي الكاميرا بيتعرش، بتفتح له في الخرسانة من الجنب ده، وبتفتح له الخرسانة من الجنب ده. ولازم يكون كاميرا محمل 3 كاميرات على حسب المكنة اللي عندك. تمام، هيكون كاميرا زي ما قلنا كاميرا محمل، لازم يكون الكاميرا محمل. ولو البير كبير، لو البير واسع، لازم تحط كاميرتين بالطول، وتحط فوقيهم الكاميرتين اللي انت هتشيل عليهم ايه، هتشيل عليهم المكنه. هبقى احط لكم صوره دلوقتي واشرح لكم ازاي بتحط التعريشه بتاعت الكاميرا. لكن كل واحد بيحط بطريقته، في ناس بتحط بالطريقه ديت، يعني يحطوا كاميرتين بس بالعرض على حسب المكنه ما تركب. لو البير واسع طبعا الكاميرتين دول، لو البير واسع الكاميرتين دول ايه، هيريحوا في النص كده عشان خاطر الحمل، مفيش حاجه شايلاهم. فلو البير واسع هتضطر تاخد لهم كاميرتين بالعرض عشان يشيلوا معاك ايه، الكاميرتين اللي فوقيهم. انت كده كده هيكون معاك فوق الكاميرا ده مفتوح، تحط فرش المكنه بتاعتك زي ما انت عايز، لانه هنا في فرش للمكنه ارتفاعه تقريبا بيكون 70.
ارتفاع الفرش ده بيكون 70، وبتحط فوق المكنه انك انت فوقيك ايه، فوقيك مفتوح، مفيش حاجه حاكماك، مفيش سقف حاكمك. تمام كده، السقف ده بيكون مفتوح، يعني حط زي ما انت عايز. اهم حاجه المسافه تحت المكنه تكون 3 متر ونص. 3 متر ونص ليه؟ 22 بتوع الباب، ومعاك 15 بتوع الزحلقه فوق. لما تيجي تزحلق الكابينه فوق على الليمد سويتش 15 سنتي. تمام، يبقى معاك كام كده اللي راحت الطاره؟ معاك اللي راحت الطاره 120 سم. هيكون في 120 سم بين الطاره، بين بين الطاره، لو الكلام ده لو جيرلس، بين الطاره ما بين المكنه. مثلا نقول دي طاره المكنه ودي طاره التقل. بين طاره المكنه وطاره التقل 120 سم، 120 سم مسافه كويسه. وقدامكم يا شباب ادي الصورة اللي قلت لكم عليها، ممكن تكبروها شوية وتشوفوها بصورة اوضح. هي دي المسافة اللي قلت لكم عليها عشان خاطر تريح الطارة بتاعت شاسيه التقل، لان الطارة دي معمولة من بلاستيك ما ينفعش تعصر اكتر من كده. والمكنة ديت مكنة جيرلس، والنقطة الثابتة الناحية التانية في نفس الكاميرا برضه حاطين لها كاميرتين، وحافرين جوه الخرسانة ومراقبين الكاميرا عشان الحمل. لحد هنا الفيديو بتاعنا بيخلص. اتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنسوش لايك واشتراك في القناة، ولو اي حد عنده سؤال يتفضل في التعليقات. مع السلامة.